السلام عليكم. فيديو جديد في قناة عنبر 7. وريال مدريد بطل الشامبيونز ليج المرة 15 في تاريخه، ودي كانت آخر مرة تشامبيونز ليج يتلعب بالنظام ده اللي احنا عارفينه يعني. ومن الموسم الجاي هيبقى فيه نظام جديد هنبقى نعمل لكم فيديو عنه بالتفصيل ونتكلم عن كل حاجة قبل الشامبيونز ليج لما يبدأ. وسبب تأخير الفيديو ده هو ان كنت مستني بصراحة ايه اللي هيحصل في موضوع امبابي، وقلت بالمرة نعمل فيديو كده شامل على ريال مدريد عشان خلاص كل سنه وانتم طيبين، الموسم الكروي بتاع الانديه انتهى وهنبدا بقى يورو ومنتخب مصر تصفيات كاس عالم والكلام ده كله. فايه قلت انهي الانديه بحلقه جميله كده، تشامبيونز ليج وصفقه امبابي، وتعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. تعالوا نبدا بماتش التشامبيونز ليج. والحقيقه ريال مدريد دورتموند هو ماتش ما اختلفش بالنسبه لريال مدريد عن الماتشات اللي فاتت. ريال مدريد بنفس الاداء، بنفس الجموديه، او بنفس اللي هو انا قصدي اللي هو انك في رتابه في الاداء. مش قصدي ان انت جامد، لا انا قصدي في جموديه، يعني في كده رتابه في الاداء. للشوط الاول شفنا كل ده في ماتش تشامبيونز ليج ريال مدريد. شفناه قدام يونيون برلين في المجموعات، شفناه قدام سيتي، شفناه قدام حتى ريد بول لايبزيج. فريال مدريد الموسم ده في الشامبيونز ليج ما كانتش احلى بطوله من ال 15 بصراحه. ولكن تعال نتكلم بقى بالتفصيل في الماتش ده. بالنسبه لي الشوط الاول كان فيه ايه؟ الشوط الاول هو كان مبني على فكره واحده، ان ريال مدريد لا منه بيضغط ولا منه بيدافع. ريال مدريد واقف في النص كده بعشوائيه، وبوش دورتموند اشتغل على فكره واحده بس لما عرف ان تشاوميني مش هيلعب، وان رقم 6 في ريال مدريد هيبقى مش ديفندر قوي جدا دفاعيا. فلعب على تكتيك ايه؟ ان براندت يخش في العمق مع فولكورج، وكريم اديم يبقى على الشمال يضم معاهم في المساحات اللي بين كارفخال وروديجير، ويعملوا كثافه عدديه في الحته اللي ضعيف فيها ريال مدريد. وده اللي شفناه الشوط الاولاني، ان كروز وكامافينجا مش قادرين يسدوا مع براندت والناس دول. كان الماتش ده محتاج تشواميني بس، وسانشو مستحوذ على الجبهه اليمين عمال يعمل حركاته. بصراحه اداء هايل جدا من سانشو من ساعه لما راح بروسيا دورتموند. هي دي كانت فكره دورتموند الشوط الاول، ان انا يا ريال مدريد هبختك وهلعب على نقطه ضعفك، وانا اللي ههاجمك يمكن اخطف ولا حاجه. والحقيقه بروسيا دورتموند قدم لنا شوط اول عالمي وغير متوقع. والريال مدريد الناحيه الثانيه بيلعب على فكره واحده بس، اي لعيب معاه الكوره ارمي لفينيسيوس هيعدي من ريونسون ده، وبصراحه هو عدى منه، وزي ماتش بتاع كيميش كده وعدى منه، وبس العمق فاضي. بيلينجهام متحروس في المركز الجديد بتاعه ده. بصوا يا جماعه، بيلينجهام من اللعيبه اللي عايزه الكوره في رجلها، واللي عايزه ان الفريق بتاعها من الاخر كده لعب زي لعب السيتي، اللي هو انا الكره اللي معايا عمال اخلق في لعب وعمال، لكن لعب الخطف ده وان انا ابقى فينيسيوس ورودريجو وبلينجهام لوحدهم متسابين على فرقه لوحدهم، لازم فينيسيوس يعدي من 5 6 عشان تعمل هجمه، مش هينفع مع بلينجهام. بلينجهام تألق الموسم ده، ولكن هو لازم يلعب في مكانه الطبيعي، لان بلينجهام بالمنظر ده هتلاقيه بيختفي في ماتشات غصب عنه. ليه؟ انت طالب منه ايه يا انشيلوتي؟ طالب من فينيسيوس ان هو يتحفرك على الناحيه الشمال، وهو ورودريجو ضمه في العمق. طب ما دي مش حته بلينجهام، دي مش اسلوب بلينجهام. ان هو عملها لك كده ده حاجه كويسه جدا منه، وده اللي انا بتكلم عليه الموسم ده في ريال مدريد. ريال مدريد الموسم ده كمجموعه هو مش استثنائي كمجموعه. ريال مدريد فيه اداءات فرديه استثنائيه الموسم ده. عندك كارفخال، عندك فينيسيوس، عندك بلينجهام، عندك توني كروس، عندك كامافينجا، روديجير وناتشو، لونين. فانت الموسم ده انت طبعا كانشيلوتي بيميزه ان هو عنده جروب كويس وانه بيعمل تعاون في فريق كويس، ولكن انت عندك السنه دي اداءات فرديه في ريال مدريد هي اللي موصلك للمرحله دي. انت كمجموعه كلنا شايفين في بعض المشاكل وحلتها بصفقه امبابي، في بعض المشاكل اتحلت بصفقه امبابي ولسه هنتكلم عنها في اللي جاي. فده بالنسبه لي كان كل الكلام عن الشوط الاول. الشوط الثاني بقى ايه اللي حصل؟ الشوط الثاني ريال مدريد ابتدى يخش في الاجواء اكتر، والناحيه الثانيه ابتدى دورتموند يهدي اللعب. انا خلاص عملت حماس الشباب بتاعي، كريم اديمي وفولكورج ضيعوا فرص كتير، وبانت قوي في الماتش ده قله الخبرات. لما يقول لك ريال مدريد عنده خبرات والناحيه الثانيه ما عندوش خبرات، لان بصراحه كريم اديمي هو لعيب ممتاز، ولكن كان فعلا باين عليه انه لما كورتوا بيطلع عليه هو خلاص هو قلقان، وده باين كتير في كذا لقطه. طبعا كره فولكرج يعني هو عشان جابها وهو نايم على الارض وكده وحطها حلو جدا، وفيها طبعا حظ، وطبعا ريال مدريد كان محظوظ البطوله دي في بعض تفاصيل كتير جدا.
ريال مدريد ما لعبش غير ماتشين، بايرن ميونخ وماتشين بتوع الأهلي في المجموعات وماتش السيتي الاولاني. غير كده ريال مدريد بيعتمد على اخطاء الغير فقط، ودي مش حاجه وحشه، ولكن ما يعني ما تاكلكش عيش اكتر من كده، فاهم؟ بس الشوط الثاني خلاص ابتدى دورتموند يهدى، ابتدى دورتموند يحس انا خلاص بغت، بس انا عارف ان ده ريال مدريد، فانا هبتدي اهدى وارجع شويه. ده غير ان المستوى البدني عمال يقل، وريال مدريد معروف ان من فرق اوروبا مستواها البدني ما بيقلش زي بقيه الفرق، وان عن طبعا سكواد وتغييرات يقدر يعمل فيها براحته. فضلنا كده لحد ما جت دقيقه 65 ونزل ماركو رويس، وقلنا خلاص ماركو رويس اللي هيخلص واللي مش عارف ايه. فجاه من كورنر هوبا كارفاخال حط الجون الاول. والحقيقه جون كارفاخال ده قصير وفي كورنر ومش عارف ايه، بعيدا عن انه اتكرر في الدوري كتير السنه دي، يعني تقريبا حط جون في اشبيليه او حصل كورنر لكارفاخال برضو، بس كارفاخال يستاهل جون على الاداء اللي عامله الموسم ده. كارفاخال من الباكات رايت اللي دايما مش هيجوا على بالك، يعني لما تيجي تقول لي كل موسم مين احسن باك رايتات مش هيجي على دماغك، لكن دايما في التشامبيونز ليج وفي الفترات الاخيره اللي في الموسم من شهر فبراير كده كارفاخال دايما بيثبت نفسه وبيفكرك ان ده كارفاخال اللي انت عارفه. وبس كارفاخال بيجيب الجون، خلاص دورتموند هبطت وحصل المتوقع، يا اما ضاغط ضاغط ضاغط، واحسن اداء فردي في الموسم فينيسيوس جونيور ياخد هو كمان يجيب جون حلو قوي، غلطه من دفاع دورتموند، بلينجهام اسيست، جونيور لوب جميل جدا، وريال مدريد يحسم الماتش وياخد ال 15. والحقيقه انا بالنسبه لي مهما حصل في اليورو كوبا امريكا المفروض البالون دور في اداءات فرديه في ريال مدريد غير طبيعيه زي ما انا اتكلمت. فانا شايف ان من غير ما اشوف اليورو ومن غير ما اشوف الكوبا امريكا لازم بالون دور تبقى عند ريال مدريد، لان الاداءات الفرديه غير طبيعيه في ريال مدريد. نيجي بقى لاخر موضوع، نروح بقى لاخر موضوع معانا وهو كيليان امبابي، الخبر اللي هز الجميع، اللي كان متوقع ولكن الناس استنته بفارغ الصبر. والحقيقه كيليان امبابي اتكلم بقى عليه بسرعه كده في اخر الفيديو. انا بالنسبه لي صفقه امبابي ليها كذا شق، بمعنى صفقه امبابي لو تسال امبابي عايز تلعب في انهي خطه، هيقول لك انا عايز العب في ال 4-4-2 اللي ريال بيلعب بيها دلوقتي. ليه؟ لان من الاخر اي حد قدام بلينجهام ومع جونيور هيبقى عنده الحريه، انشيلوتي بيدي الحريه الكامله للاثنين اللي قدام مع بلينجهام يعملوا في اي حته. انت بتشوف رودريجو مره على اليمين مره على الشمال مع فينيسيوس مره في النص، فمبابي هيحب الحريه دي. ولكن هذا 4-4-2 تتمنى كمدريدي او تتمنى كواحد بيتفرج على كوره انك تشوفها تاني الموسم اللي جاي، وانت شايف ان هي بتاثر على الفريق في الحاله الهجوميه في البوكس، وانها محتاجه اداء فردي استثنائي من اللعيبه، وان انشيلوتي بيدافع زياده عن اللزوم؟ فهل انت شايف ان الطريقه دي مش محتاجه تتغير؟ انت بقى لو جيت سالتني انا اقول لك انا عايز العب 4-3-3. ارجع للاولد سكول، رودريجو امبابي فينيسيوس. امبابي كده هيبقى مقيد اكتر بالهجوم، يعني ان هو راس حربه، ولكن لمصلحه الفريق دي احسن. دي بقى ترجع كره ريال مدريد بتاعت زمان، عايزين نتفرج على كوره، عايزين تكسب البطوله باداء مستحق، يعني مش اداء مستحق طبعا، اداء مستحق، ولكن تبقى تلعب بكوره احلى من اللي احنا بنشوفها دلوقتي. لان بصراحه ريال مدريد البطوله دي هو اخدها وهو نايم في بيتهم بصراحه. فانا بالنسبه لي ليه كمان عايز العب بالخطه دي؟ اولا انا عايز بلينجهام يلعب البوكس بوكس، عايز بلينجهام بقى اشوف نص الملعب ماسك الكوره، خصوصا خد بالك انت توني كروس اعتزل، لوكا مودريتش كبر في السن ما بيلعبش اساسي، فمين بقى نقل الكوره؟ مين اللي يمسك المايسترو بتاع نص الملعب؟ فرصه بلينجهام. نسبه التهديف هتقل، كل حاجه هتقل، ولكن انا عايز العب ريال مدريد بالشكل الطبيعي بقى، نلعب بشكل طبيعي. طيب تالت حاجه ليه عايز العب 3-3؟ لان انا بقى عندي مشكله هجوميه في العدد رهيبه. انت بقى عندك جونيور، رودريجو، امبابي، اردا جولر، خوسيلو، هندريك، ابراهيم دياز، الفارو رودريجيز المهاجم الناشئ. فانت عندك توليفه هجوميه، كل دول مش هيسكتوا لو لعبت 4-4-2، وكده كده اصلا معروفه ان مبابي وفينيسيوس وبلينجهام مش هيطلعوا من الملعب بسهوله، ويبقى عندك رودريجو وجنبيهم كل دول، فانت هتعمل خلافات وهتضيع وقت ومستقبل لعيبه.
لان انت بقيه المراكز اتظبطت. اعتزال كروس ظبط الدنيا، سيبايوس هياخد وقت، فالفيردي هياخد وقت، الناس دي كلها هتاخد وقت. الدفاع نفس الكلام، رحيل ناتشو خلاص ورجوع قلبه وميليتاو، الدنيا هتظبط في الدفاع. حارس المرمى كورتوا ولينين هيظبطوها مع بعض. في الهجوم انت عندك وفره كبيره جدا، ومن حق جمهور ريال مدريد انه يتفرج على كوره حلوه، لان انت خلاص انت المفروض عديت مرحله انتقاليه. وعلى فكره انا كده ما بقولش على انشيلوتي وحش، انشيلوتي شئت ام ابيت انشيلوتي من احسن المدربين اللي جم في تاريخ الكوره. ممكن ما يكونش توب 3 ولكن توب 10 على الاقل كارقام. لان انشيلوتي في الفتره اللي بيقولوا عليها انتقاليه لريال مدريد، انشيلوتي محقق 2 دوري ابطال والجيل الذهبي اللي هو بتاع رونالدو وراموس محقق 4 ابطال في 4 ابطال في 5 سنين من ثلاثه ورا بعض. ريال مدريد في اخر 3 سنين محقق 2 دوري ابطال وهو في مرحله انتقاليه، لسه ما جابش امبابي سوبر ستار، لسه اللعيبه ما كبرتش. فانشيلوتي شئت ام ابيت هو رجل عظيم، مدرب عظيم. انت بقى مش مقتنع بفكره او احنا مش مقتنعين بفكره، دي قصه ثانيه. فدي الفكره، ريال مدريد يستحق كوره احسن من كده. ولكن في الاخر ريال مدريد هو الملكي، هو اللي كسب ال 15. هنشوف الموسم اللي جاي هيعمل ايه. في اسئله كتير على انشيلوتي ان هو يجاوب عليها، لسه في كلام على صفقه الفونسو ديفيز. فريال مدريد الموسم اللي جاي هيبقى اقوى واقوى، ولكن انا اتمنى تغيير طريقه اللعب. وبس اتمنى يكون الفيديو عجبكم. كده الموسم القروي للانديه انتهى، هنرجع بقى باليورو ونرجع بمنتخب مصر. ويلا قولوا لي رايكم في الكومنتات، قولوا لي رايك في صفقه امبابي، ويلا سلام.